في 13 من نوفمبر 2022 توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ النخبة الوطنية، حيث استقبلتها الجماهير المغربية بما فيها الجالية المغربية المقيمة في قطر، حيث شجعوا وحمسوا عناصر المنتخب الوطني أملا في الظهور بوجه مشرف في المونديال، حيث سيواجه المنتخب الوطني في أولى مبارياته الافتتاحية منتخب كرواتيا في 23 من نوفمبر، وبعده المنتخب البلجيكي والكندي. على أرضية ملعب البيت وأمام جماهير مغربية وعربية غفيرة، خاض المنتخب الوطني المغربي أولى مبارياته أمام وصيف النسخة السابقة منتخب كرواتيا، مدججا بنجومه على رأسهم مودريتش وإيفان بيريشيتش، ورغم ذلك وجدوا نفسهم أمام منتخب مغربي متراص الصفوف على مستوى الدفاع والوسط، لتنتهي المقابلة على إيقاع التعادل السلبي وتستفيد النخبة الوطنية من أولى نقاط المونديال. على أرضية ملعب التمامة واجه المنتخب المغربي المصنف ثالث عالميا منتخب بلجيكا في ثاني جولات المجموعة السادسة. لتنطلق المقابلة بضغط متواصل للفريق الوطني المغربي، والذي واصل بناء هجمات متتالية، مرة من الجهة اليسرى ومرة أخرى من الجهة اليمنى، لتشتيت تركيز الدفاع البلجيكي وخلق مساحات تسمح بتوغل المهاجمين المغاربة والوصول إلى الشباك البلجيكية، الشيء الذي تأتى للاعب حكيم زياش من ضربة خطأ، إلا أن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل بعد مراجعته للفار، وخطف عبد الحميد الصابري هدف التقدم لصالح المنتخب المغربي من كرة ثابتة أسكنها شباك الحارس البلجيكي كورتوا في الدقيقة 73، فيما سجل بوخلال هدف تأكيد الفوز بعد أسيست رائع من جانب النجم حكيم زياش في الدقيقة 90، ليفوز المنتخب المغربي بالنقاط الثلاث ويحافظ على حظوظه في التأهل لدور الثمن النهائي. المغاربة يكتبون التاريخ، المغاربة يكتبون والصافرة يا وليد، الصافرة يا وليد، انتصار تاريخي والسجدة للاعبين. قلت لكم ديروا النية معنا، سنبدلوا شويه العقليه ديال الشعب المغربي. الكره سي ليفيكاسيتي، ديما كنت كنقولها في الوداد. نداي كيتقاتلوا، هادشي اللي قلت لهم، هادشي اللي باغيين المغاربه والشعب، باغيين نشوفوا الدراري على ليماج دو بي غير يسندونا، يثيقوا فينا ان شاء الله الخير، بحال ما درنا والو الصراحه. انا 4 بوان. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المغربي. الآمال العظيمة في المواجهة الثالثة للمنتخب الوطني ضد نظيره الكندي، نقطة واحدة تفصله عن التأهل في المركز الثاني، بينما إذا انتصر وحصل على 3 نقاط يتأهل لدور الثمن على رأس المجموعة. وبمجرد بداية الدقائق الأولى ضغط المنتخب الوطني على الدفاع الكندي حتى أخطأ في التمرير، واستغل زياش الغلطة وحولها لهدف السبق في الدقيقة 4.
بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق نصيري. فيما تلقى المنتخب الوطني المغربي الهدف الوحيد بنيران صديقة عن طريق اللاعب نايف أجرد الذي سجل بالخطأ في مرمى ياسين بونو، حيث حاول إخراج الكرة ليسكنها في الشباك. وتنتهي المقابلة بانتصار النخبة الوطنية واحتلالها للمركز الأول للمجموعة السادسة لتلاقي المنتخب الإسباني في دور الثمن النهائي، وتعيد كتابة التاريخ لسنة 1986 وتتأهل للمرة الثانية في تاريخها. Très difficile pour nous. On va tomber contre une des meilleures équipes du monde sur le plan footballistique, avec beaucoup d'ambition. Je pense que c'est un des favoris pour la victoire finale. Si on arrive à éliminer l'Espagne, eh ben, ce sera une belle surprise pour nous et pour notre pays. مواجهة الثمن التاريخية جمعت المغرب بالمطادور الإسباني، أحد المرشحين للظفر بكأس العالم وصاحب لقب 2010. تشكيلة وليد الركراكي جاءت على غرار سابقاتها مع التكتل الدفاعي والتسلح بالجماهير. المنتخب المغربي تحمل عبء المباراة وتمكن من الحفاظ على التعادل السلبي والوصول لضربات الجزاء، والتي تألق فيها ياسين بونو بتصديه ل3 ضربات جزاء، في حين سجل الصابيري وزياش وأضاع بدر بانون، ليتمكن الأسد حكيمي من منح المغرب تأهلا تاريخيا كأول دولة عربية تتأهل لدور الربع من كأس العالم. مباراة الربع النهائي من كأس العالم، المغرب ضد البرتغال. هو كما سمعتم المنتخب المغربي في مواجهة بطل أوروبا 2016 برتغال رونالدو، متسلحا بجماهيره وبقلب مليء بالنية وبهمة الرجال، من أجل إنجاز تاريخي قد يكتب بأحرف من ذهب. في ملعب التمامة دخل الأسود على عادتهم، نشيد وطني يعزف بهمة الرجال وصوت يزلزل، هب فتاك لب نداك. دخل الأسود مواجهة البرتغال في غياب مفاجئ لرونالدو، أعطى ثقة أكبر وأملا في تكرار أحداث مباراة إسبانيا. تحمل الأسود عبء المواجهة وضغط البرتغال إلى أن جاء الخبر الجميل بهدف أجمل برأسية يوسف نصيري الذي ارتقى عاليا ليعلنها مدوية. المنتخب المغربي لا يعرف المستحيل. 1-0 لصالح المنتخب المغربي، أول منتخب عربي وإفريقي في نصف نهائي كأس العالم. خرجت على إثره الجماهير العربية والمغربية فرحا، وخرج مع العائل المغربي مشاركا فرحة شعب وأمة. تحولت إلى خطوات. الله يا مغرب، الله يا مغرب، الله يا مغرب، مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ، مغرب الإنجاز، مغرب التاريخ. مستحيل مستحيل
ملعب البيت، منه كانت الانطلاقة وإليه عادت. أحلام شعب وأمة عربية وإفريقية. تعاطف عالمي بالإنجاز التاريخي للمغرب في مواجهة بطل العالم لسنة 2018 منتخب الدياكا المنتخب الفرنسي، بحضور رئيسها وفي غياب أمير قطر المفاجئ. دخلها الأسود على غير العادة، غياب نيف أجارد وإصابة القائد رومان سيس غيرت ملامح الدفاع وتماسك الخطوط، وأدخلت القلق على اللاعبين قبل المشجعين. قلق سرعان ما تأكد بهدف فرنسي أول في الدقيقة الخامسة بعثر أوراق الركراكي وملأ القلوب بقرب النهاية رغم السيطرة والمحاولات تارة من أناحي وتارة من زياج ومقصية اليميق، إلا أن الشباك الفرنسية ظلت مستعصية على الهجمات المغربية ليقود الزئبق مبابي هجمة ترجمت لهدف الحسم، وفي غياب تام لمراقبي شاشات التحكيم لتعلن نهاية ملحمة كتبت بأحرف من ذهب في كتاب التاريخ لكأس العالم. سيحكي لسنوات طويلة عن رجال غيروا ملامح الكرة العالمية ورفعوا شعار التحدي عاليا بقولهم: نحن منتخب المغرب رابع منتخبات العالم.